السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو خبز الباي ولا خبز الجزيري بزوج مكونات. لو كان تضيفيهم راح يجيك واحد الخبز الباي مشرب معسل، ماشي كامل حلو، تاني يجي طالع ما يجيش هابط. ليسونسيال هاد الوصفة لو كان تجربوها راني متأكدة بإذن الله أنكم جامي راح تبدلوا الوصفة وراح تعاودوا تولوا تشكروني على خبز الجزيري ولا خبز الباي. نبداو بسم الله. اول حاجه راح ندوب المارغرين تاعي. انا لهنا استعملت مارغرين ديما غنيه عن تعريف، تجيب بزاف بنينه، يعني تقدروا تستعملوها في كامل وصفاتكم الحلو ولا المالح، وتقدروا تاني يعني ديروها في الخبز تاكلوها بزاف هايله. نجي لهنا ندي حوالي هكاك اقل من 250 غرام، روح ندوبها على النار وما نخليهاش تدوب كامل. ونجي لهنا نحضر الشربات تاعي اللي فيها كاس ونص سكر عادي، سعة الكاس 240 مليلتر. راح نضيف عليها 3 كيسان ماء، هذا الكاس الاول، الكاس الثاني والكاس الثالث، ونضيف عليها طرونج تاع القارص ونديها على النار. كي تبدا تغلي نقص للنار نديرها متوسطه، نحسب 10 دقائق ونطفي عليها. نجي لهنا نخدمو خبز الباي. نسحقوا لهنا كيلة تاع البيض، انا خدمت بهذا الكاس رفد لي 4 حبات تاع البيض. نضيف عليها قريصه تاع الملح، هكا قريصه تاع الملح، ومغرفه صغيره لافاني، ونضيف عليهم الزاز تاع الليمون، ونضيف عليهم كاس الا ربع سكر عادي، ما ديروش كاس معمر، نديرو كاس الا ربع. ونخلط لهنا مليح بالفوي. شوفوا اول سر لنجاح خبز الباي ما تروحوش تضربوه بالباتر، يعني ما يسحقش كامل الباتر، غير بالفوي وراح ينجح لكم ويجيكم هايل. نجي لهنا ندير كاس الا ربع مارغرين، هكا كاس الا ربع مارغرين. هذاك اللي يقعد لي راح نكملوه بالزيت حتى وين نعمر الكاس تاعي، وراح نضيفه بهذا الشكل. نخلط كلش كيف كيف، هكا ندخل هذيك المارغرين مليح في باقي المكونات. وراح نجي لهنا نديرو النواشف. عندي كاس لا شابلور ولا الخبز المطحون مع كاس كاوكاو محمص مليح، لازم يكون محمص مليح ومطحون. ونجو لهنا للمكون الاول اللي راح يمدلكم نتيجه بزاف هايله، ينقص لكم الحلاوه، وتاني ما يطيح لكمش خبز الباي تاعكم كي تطيبوه. بزاف اللي يشتكيو يقول لك خبز الباي يطيح لي في الوسط. السميد الرطب راح يخلي لكم الخبز الباي تاعكم هايل، وتاني القوام تاعو يجي بزاف بنين. ليسونسيال جربوها بالسميد رطب ورجعوا لي في لي كومونتير. ضفت عليها 4 كاس سميد رطب، ماشي متوسط، رطب كامل، مع باكي خميره وزن 10 غرام، ونخلط كلش كيف كيف. بالنسبه للمكون الثاني اللي هي معجون تاع المشماش، اللي راح يزيد له بنه على بنه، يعني يزيد له واحد الذوق هايل هايل الخبز الباي تاعنا. شوفوا تقدروا تستغناو على المعجون، مي السميد لازم ديروه، هذاك الدقيق لازم ديروه 4 كاس دقيق، حوالي هكاك 2 مغارف كبار. والخليط تاعنا يكون واجد، هذا هو الخليط تاعنا. راح نجيب البلاطو تاعي 25 على 25، دهنته بشويه مارغرين، وراح نفرغ فيه الخليط، نطيبه على 160 درجه. شوفوا نقصوا له النار علاش؟ باش ما يتحرق لكمش من التحت عفوا، هكا باش يطيب لكم في عقلو، علاش ما فيه والو، تمتم راح يطيب، ما يطول لكمش كامل في الطياب. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما طاب. الا هنا الشربة تاعي كانت بارده مليح، وهو هذا وين خرجته من الكويزينيير نجي ديريكت نبدا نشرب فيه. شوفوا يتشرب لي هذيك الشربات كامل. ومن الاحسن تاني كي تكملوا تشربوه من الاحسن خلوه يبرد مليح باش تقطعوه، يعني اقل حاجه 2 سوايع هكاك راح يتعسل لكم ويمد لكم نتيجه هايله. انا للامانه ومن اجل التصوير حوالي نص ساعه قطعته معاكم. عباكم كي قعد من بعد ولا معسل ولا هايل، سورتو اذا حبيتوا يعني تاكلوه بنين زياده خدموه مع الليل، وغد من داك تناولوه راح تتحصلوا على نتيجه جد جد مرضيه.
وللامانه احسن وصفه تاع خبز الباي جربتها ولا خدمت بها انا من نهار وليت ندير له الدقيق ولا يعجبني بزاف، ما يجيش كامل حلو، وتاني القوام تاعو يجي هايل، يجي حاكم روحو، والهكا الحبه تجي هكا شيده روحها. وصفه قمه قمه قمه، متاكده مليار في المئه انكم راح تعاودوا تولوا وتشكروني على الوصفه. شوفوا كيفاش يجي مشرب بزاف 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 بنين. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.